اللي قدامكم في الصورة ده اسمه أدهم. أدهم للأسف الشديد اتقتل بأبشع طريقة ممكن تتخيلها على إيد أصحابه الأطفال. أدهم اللي حصل له ممكن يحصل، وارد جدا يحصل لأي حد من الأطفال. طول ما مفيش تربية، طول ما مفيش توعية، طول ما في غياب عن الرقابة الأسرية والمدرسية، من الآخر كده الأطفال ما بقتش أطفال. فعشان كده بالله عليكم خلي بالكم من أطفالكم شوية وربوهم بجد، لأن الأيام الجاية لو ما ربطوش أطفالكم يا إما هتلاقوهم خلف القضبان مجرمين، يا إما هتلاقوهم تحت التراب مقتولين. فيلا بينا أحكي لكم التفاصيل الكاملة وإيه اللي حصل لأدهم في أصل الجريمة. أدهم من محافظة كفر الشيخ وتحديدا من بلطيم، عنده 11 سنة. المفروض ان هو تم استدراجه عن طريق اصدقائه الاطفال، اللي هم 3 من الاطفال كده من اصدقائه. المفروض اخدوه عشان خاطر يلعب معاهم في احد المنازل بتاعت حد من صحابه. المهم هما بيلعبوا مع بعض تقريبا كده، واحد منهم جاب سلاح باباه اللي مش مترخص اصلا، محدش يعرف جابه منين. المهم طبعا ضرب ده، فجت في دماغ ادهم. طبعا قرروا ان هم لازم يداروا الجريمه بتاعتهم، فسحبوا ادهم زي ما انتم شايفين في الفيديو كده وسحلوه. فضلوا ماشيين بيه 150 متر وبعد كده سابوه مرمي على الارض. اتصال تليفوني وصل لاهله اللي هو باباه، قالوا له الحق ابنك تقريبا واقع من مكان كده او مش عارف ايه اللي حصل له والولد ما بينطقش. على طول طبعا خدوه راحوا بيه المستشفى بسرعه، ولكن أدهم كان فاقد الوعي طيلة 10 أيام. لكن كاميرات المراقبة كشفت كل حاجة، كشفت اللي حصل، وبالفعل تم القبض على الراجل ده اللي هو المفروض مقاول، برضه مقيم ببلطيم. طبعا تم القبض عليه بسبب طبعا السلاح اللي كان معاه اللي هو حيازة سلاح بدون ترخيص، وفي نفس الوقت طبعا بسبب جريمة القتل اللي حصلت اللي هو ابنه عمل كده. طبعا عشان يداري الواقع بتاعتهم فالاطفال سحبوا الولد وجروه. طبعا الطب الشرعي اثبت ان يعني في كسر في الجمجمه وفي تهشم في بقيه يعني الجسم، ومن الاخر كده الولد كان متدمر حرفيا. للاسف الشديد ادهم اتوفى، اتقتل بطريقه بشعه على ايد اطفال زيه، لان مفيش توعيه، مفيش تربيه. النهارده ما بتتكلم مع طفل بصراحه يعني كده بقى الواحد بيشوف كده يعني اطفال، تيجي تتكلم مع الاطفال النهارده ما بقاش اطفال. ممكن يتكلم يجيب بقه عند قفاه، ممكن يتكلم معاك بطريقه يثبت لك ان انا خلاص انا كبرت، اتعامل معايا كاني كبير. بس طبعا يوم هتغلط فيه او تضربه او تعمل اي حاجه مش هتتشكر لانك بتضرب عيل صغير. فبنتمنى كده ان كل واحد يخلي باله من عياله ويربيهم كويس، عشان خاطر زي ما قلت لكم والله يا اما تلاقوهم خلف القضبان مجرمين، يا اما تلاقوهم تحت التراب ومقتولين. سلام.